مع رائحة الصباح يولد للحياة أمل، فقط ابتسامة مع بداية صباح جميل، وصباح يبدو وكأنه يقول: اللهم لا تجعل للضيق في صدورنا مكان. صباح نقي وهواء بارد ويوم جميل. إلهي أدم علينا نعمك وارسم على شفاهنا ابتسامة، واغمر قلوبنا بالفرح. صباحكم كما تحبون، صباح السعادة، صباح الإخاء. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير من اخر فيديو. ان شاء الله جايه لكم فيديو تحفه جدا كله حماس، ان شاء الله هيشجعكم وتقومي تشوفي كل اللي وراكي. بس في بدايه الفيديو مش عايزين ننسى ندعي لاخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم ويرحم شهدائهم. يلا بقى، لو وراكي اي حاجه كده قومي اعملي لك يعني مجه حاجه تكوني بتحبي تشربيها، وتعالي اتفرجي على الفيديو، او قومي شوفي اللي وراكي وخلصي شغل بيتك ويلا بينا نبدأ الفيديو. انا بدأت معاكم الفيديو من اول اللانش بوكس وحيرة اللانش بوكس. هنعمل بقى اللانش بوكس مع بعض والولاد يتوكلوا على الله. بس اهم حاجة لو انتوا بتعملوا لانشون، يا ريت تشيلوا الغلاف اللي بره، لانه بيكون الطبقة دي معرضة للهواء، وكمان بتكون فيها الغلاف بتاع اللانشون نفسه، فمش صحية ابدا ان احنا ناكلها، يا ريت نتخلص منها. هنا كده حضرت لهم من اللانش بوكس، وهيتوكلوا على الله ويروحوا مدرستهم، وان شاء الله ربنا يرجع ولادي واولادكم بالسلامة ويحفظهم ويرعاهم. هنا كده انا حطيت لهم الساندوتشات في اللانش باج وخلاص، هم هيتوكلوا على الله ونبدا احنا بقى نشوف اليوم بتاعنا هيمشي ازاي. وخلينا متفقين ان احنا من قبلها بيوم بنكون مخططين هنعمل ايه في اليوم التاني ان احيانا ربنا ان شاء الله. بعد ما مشيوا قلت لازم ابدا يومي بقى بان انا اعمل فطار لنفسي، فطار رايق كده وسهل، وفي نفس الوقت نحافظ بقى على الرشاقه، احنا مش عايزين نبوظ الدنيا. كل اللي عملته ان انا قطعت موزه وقطعت تفاحه وحطيتهم كده في الطبق، بس قطعتهم يعني تقطيعات صغنططه شويه وقلبتهم، وهبدا اضيف عليهم واحده زبادي لايت. طبعا تقدري لو انتي بتحبي الزبادي العادي تضيفيه، تقدري لو انتي عندك زبادي عاملاه في البيت تضيفيه براحتك خالص. وكمان الفاكهه ممكن تحطي اي نوع فواكه انتي بتحبيها، ولو مش بتحبي الفاكهه على الزبادي استغني عنها. حطيت كده الزبادي على الموز والتفاح وقلبتهم، ومش معنى ان انا اللي هاكل يعني مش هروق على نفسي، زينتهم كده بقطع برضو من التفاح والموز، وبعد كده هديهم رشة من العسل. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا. وطبعا تستخدموا في العسل يا اما معلقة خشب او معلقة سيليكون، بلاش المعدن خالص. وخلاص هو ده الفطار القمر اللذيذ الصحي اللي انا فطرت بيه. فطرت والحمد لله واللهم ديمها نعمة، وهبدأ بقى اشوف المعركة اللي مستنيانا. هنا دخلت على الغرفة بتاعتي، كانت مش في احسن حالتها، عايزين بقى نغير فرش السرير ونظبط الأوضة. طبعا الملايات مش بالضرورة ان هي تتغير كل يوم ولا كل 3 ايام، ولا تقولولي بقى يعني المفروض نغير الملاية امتى. انا واحدة من الناس انا بغير الملاية في الصيف 3 مرات وفي الشتاء مرتين في الاسبوع. طبعا انتي على حسب ما بتحبي تغيري الفرش بتاعك امتى. وطبعا لو في وجود اطفال بيكون الوضع محتاج بقى لا يعني نروق على المكان اكتر. فانا ده الروتين بتاعي ان انا في الصيف بحب اغيرها 3 مرات، صيف بقى وحر وعرق وكده، فلازم الفرش يتغير يوم ويوم لا. اما في الشتاء شوية الجو بيكون ما فيهوش عرق، فبالنسبة لي مرتين في الاسبوع حلو جدا. خلصت كده ولمعت بقى الخشب بتاع السرير، وهبدأ بقى احط ملاية نظيفة، وزي ما انتم شايفين الملاية فلة، وندي بقى تلميعة كده للكومود والتسريحة بصوا في ثواني وخليكي يعني منجزة. انا يمكن باخد وقت شوية في التنظيف وعشان التصوير،
فاهمين قصدي؟ انما لو انت بتعملي شغل بيتك هتنجزي بسرعة. يعني لو انا بعمل من غير ما اكون فاتحة الكاميرا، لا اكيد الوضع بيكون معايا اسرع بكتير. وبالنسبة لي انا ببقى عارفة ليه ان انا هنضف مثلا الغرفة بتاعتي النهاردة، هنضف المطبخ، هنضف الريسبشن. ببقى عارفة من قبلها بيوم ايه اللي محتاج انه يعتمل له تنظيفة على السريع، ايه اللي عايز تنظيفة عميقة. وبتحددي اهدافك وبتبدأي تظبطي اليوم بتاعك عليها. طب بنعمل ده ازاي؟ اول حاجة بتعمليها ورقة وقلم. يعني ده بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تخططي لحياتك وتنظمي يومك بيكون معاكي ورقة وقلم. تمام. طب الورقة والقلم هنعمل بيهم ايه؟ هتبدأي تكتبي. لو في حاجة عايزة تنظيف عميق بتكتبيها، حاجة عايزة تنظيف سطحي كده برضو بتكتبيها، في مشتريات ناقصة في البيت بتكتبيها، في مثلا عندك ميعاد دكتور، في مثلا عندك تمارين، اي حاجة هتستدعي الخروج من البيت برضو بتكتبيها. طيب هنكتب ليه الكلام ده كله؟ هقول لكم. انا هنا هنعمل الغدا مع بعض، هنعمل مع بعض مكرونه بشاميل وجلاش. تابعوا انتوا الموضوع، احنا عملنا الجلاش والمكرونه قبل كده كتير، بس عايزه اتكلم في حته ان احنا ازاي نوفق بين اليوم بتاعنا وبين شغل البيت، ولو احنا بنشتغل ونشوف الدنيا بتاعتنا ونظبط حياتنا. طيب اول حاجه زي ما قلت لكم الورقه والقلم. الورقه والقلم بتظبط الدنيا بشكل غير طبيعي. طول ما انت منظمه يومك هيكون متنظم وماشي ما شاء الله بيرفكت. طيب انا كتبت مثلا في الورقه بتاعتي ان انا بكره الولاد عندهم درس الساعه كذا، عندهم تمرين الساعه كذا، هصحى من النوم هعمل اكل كذا. فخلاص انا عملت لنفسي بلان وصحيت الصبح مشيت عليه. فاهمين ازاي؟ طيب البلان ده بنفذه بالظبط؟ مش شرط خالص. انت ممكن لو اليوم ده عندك تمارين بره، عندك دروس هتودي الولاد، الطريق ده بقى محدش يعرف الظروف بتاعته، ممكن تتأخروا، ممكن ترجعوا بدري، ممكن لا قدر الله يحصل لك ظرف مفاجئ في اليوم يبوظ عليكي التخطيط اللي انت كنت عاملاه. طيب هنعمل ايه لحد ما اليوم ماشي زي ما هو؟ احنا كمان هنمشي على الخطة بتاعتنا زي ما هي. بس جيتي لقيتي نفسك تعبانة، خلاص استوب على كده، بنوقف شغل البيت، واللي ما اتعملش النهاردة هيتعمل بكرة، واللي مش هيتعمل بكرة هيتعمل بعده. مش بقول ان احنا نهمل ونأجل، لأ. خلاص انا يومي كان ماشي طبيعي والحمد لله الامور متيسرة، خلصت كل المهام اللي عليا، فضل ونعمة من ربنا. اما حصل لي ظرف وحصل لي دروب كده في نص اليوم والدنيا تعثرت معايا، برضو فضل ونعمة من ربنا. خلاص انا مكتوب لي في اليوم ان انا اوصل للمرحلة دي. بس كل اللي عليك ان انتي حددتي اهدافك، الباقي ده بتاع ربنا، ده كله تيسير من رب العالمين. خلاص انتي حددتي هتعملي 1 2 3، عملتي 1 و2 و3 زي الفل. عملتي 1 بس و2 لأ، 3 لأ، خلاص يعني انت حددتي النقاط اللي انت هتعمليها، والتيسير ده من عند ربنا. دي اول حاجة. وقلتلك ما تضغطيش نفسك، اللي هو يعني عشان انت مثلا كنت كاتبة 5 نقاط هتعمليهم في اليوم ده وعملتي 3 بس، فالدنيا كده باظت منك، او ان انت فاشلة، او ان انت مش عارفة تديري بيتك. الموضوع مش كده خالص. احنا مش بنسابق الزمن، ولا هناخد جايزة على اللي احنا بنعمله، لأ يعني خالص. انتي هوني على نفسك. خلاص خلصتي الحاجات اللي مطلوبة منك وحصل ظرف، بنوقف وبنشوف الدنيا بتاعتنا هتمشي ازاي. وبتبدأي لو انتي مثلا في نقاط ما عملتيهاش في اليوم ده، بتبدأي تكتبيها في اليوم اللي بعده. يعني ايه؟ يعني انا النهاردة كنت مرتبة ان انا ان شاء الله هصحى من النوم هطلع الحاجات بتاعه اللانش بوكس هعملها، والولاد هيتوكلوا على الله يروحوا مدرستهم، وهبدأ مثلا هروق الغرفة بتاعتي، هعمل تنظيف عميق للتويلت، هطبخ مثلا مش عارف صنف ايه على الغدا. وخلاص انا مرتبة اليوم على كده. جيت خلاص في نص اليوم حصل لي ظرف مفاجئ، حصل لي زيارة مفاجأة، مثلا في حاجة حصلت، خلاص انا عرفت مثلا ان النهارده المفروض كان اعمل تنظيف عميق للتويليت وما اتعملش، ببدا اكتبه في الورقه ان شاء الله بتاعي تاني يوم من اول الحاجات اللي هعملها. يعني خلاص الحاجات اللي ما اتعملتش اليوم اللي قبله بتكتبيها في ورقه تاني يوم بس في المقام الاول.
اول نقطة بتتكتب النقطة اللي ما اتعملتش اليوم اللي قبله، وبتبدأي تكملي تحتها باقي النقاط بتاعة مهام اليوم الجديد، وهنمشي على نفس الستبس باقي الاسبوع. يعني خلاص الحاجة اللي ما بتتعملش بتتأجل لليوم اللي بعده، وبتتكتب هي في النقاط الاولى من المهام اللي هتتعمل في اليوم الجديد. طيب بعد ما خلاص احنا عرفنا اول نقطة ان احنا بنكتب الحاجات اللي هنعملها بالورقة والقلم، ايه تاني ممكن نعمله عشان يظبط اليوم بتاعنا؟ انك تنامي بدري وتصحي بدري. البركة في البكور. خلاص انت صحيتي والولاد اتوكلوا على الله وراحوا مدرستهم، ما ترجعيش تنامي تاني. انت نمتي تاني كده خلاص اليوم ضاع. بتصحي مستعجلة ومتسربعة، يا دوب عايز تعملي الأكل بسرعة عشان الولاد هيجوا من المدرسة جعانين، وتشوفي بقى اللي عنده درس، اللي عنده تمرين، اللي عنده هوم وورك. خلاص اليوم خلص. قعدتي ذاكرتي للولاد، طاقتك اتشفطت، خلاص البيت بقى مكركب من حواليكي، مش عندك وقت انك تروقي ولا تنظفي او تنزلي تجيبي حاجة ناقصة في البيت. طيب خلاص انت الولاد اتوكلوا على الله، ما ترجعيش تنامي. ممكن تتعبي اول يومين ثلاثة على ما تتعودي على الوضع، بس بعد كده الدنيا هتظبط لوحدها، والساعة البيولوجية بتاعت جسمك هتظبط لوحدها. بتصحي بدري، بتشوفي اللي وراكي وبتخلصي حاجتك. ممكن على الظهر تلاقي ان انت خلصتي كل حاجة قبل ما الولاد يرجعوا، قدامك باقي اليوم ولسه فيكي نشاط تعملي حاجات تاني كتير. لحد هنا كده كان الاكل خلص، وقدمت معاكم الاكل. دي كانت المكرونه البشاميل والجلاش. شويه انا بعمل الاكل بحاول على قد ما اقدر اقلل الدهون عشان يكون الاكل صحي. ولحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. تنسوش تعملوا لايك وشير. باي باي، مع السلامه.